كنت بقول لهم ما ينفعش المحشي يتعمل في الصيف، بس انا عملته في الصيف. صيف وشتا بقى قلنا خلاص مش مشكله، هما الولاد كان نفسهم فيه فقلت لهم ان انا هعمله لكم. جبناه، وطبعا دي من ضمن المشتريات اللي احنا جبناها. كنت جايبه كرومبتين ونسيت اقول لكم السعر بتاعها، السعر الوحيد اللي ما اتقالش هو الكرومبتين. كنت جايبه الواحده اللي هي الصغيره دي ب10 جنيه، وجايبه الاكبر منها شويه. آه الست قالت لي ب25، خدتها من 20، يعني جبت الكرومبتين ب30 جنيه. تمام. وكنت طبعا عندي بقى الطماطم والبصل والخضره والرز، وعملت بقى اليوم ده محشي. كان زي السكر، كان حلو جدا. انا قلت مش هيبقى حلو زي بتاع الشتاء الصراحة، بقالنا فترة كبيرة يمكن من الشتاء ما كناهوش، بس كان حلو في منتهى الجمال. فعملته وجهزته وسويته، وكان ريحته بقى جايبة لآخر الشقة، يعني مش كانت قلبة الدنيا. هنا حمرت معاه فراخ بالفيجيتار مع المحشي يعني. سلقت الفراخ وبعد كده حمرتها بالفيجيتار كده في الزيت، وطعمها حلو جدا الصراحة مع المحشي. او فراخ محمرة بس مش لازم بالفيجيتار يعني، بس هما كانوا حابينها كده او هما بيحبوها كده يعني، فانا عملتها لهم زي ما هما بيحبوها. وده كده انا خلصت خلاص كده الفراخ، وخلصت المحشي. ما شاء الله لو كل المحشي بيخلص بالطريقة دي هيبقى كل يوم هنعمله. انا اهم حاجه سلقت الكرنبتين في يوم، وبعد كده آه، يعني حشيت تاني يوم، مش عملت كله في يوم واحد يعني. ما عملتش سلقت الكرنبة في نفس اليوم وجهزت المحشي كله في نفس اليوم. لا، عملت ده في يوم وده في يوم عشان ما يبقاش مرهق قوي او تعب بالنسبه لي. طبعا انا هنا كنت بوريكم الطبق اللي كنت هغرف فيه المحشي، غرفته فيه. ودي الفراخ بالفيجيتار بتبقى طعمها حلو قوي، مقرمشه كده زي بتاعه كنتاكي كده. وحطيت معاه بقى الشوربه، وكان عندي كمان مخلل زيتون، حطيته برضو معاه. كان حلو قوي. هنا بقى كنت محتار اسيب كنت حاسه ان ايه يعني، الحاجه كده مش متناسقه يعني، فاللي هو طبق في شمال وطبق في يمين فقلت لا، هحط الفراخ على المحشي كده من فوق عشان يبقى شكلهم حلو. وجبت بقى معاهم طبق الزيتون، وكانت أكلة في منتهى الجمال والله العظيم. عايزة أقول لكم يعني أنا دايما المحشي كمان بالأخص في الصيف بيبقى حر، وبالأخص كمان الجو اليومين دول حر جدا، فما كانش عايز محشي خالص. بس هو سبحان الله، أنا بعد ما جبت حاجة السوق كلها وكنا خلاص ماشيين، لقينا عربية كده بتنزل كرومب. فبسأل عادي اللي هو السعر بكام وهمشي يعني. فلما قال لي لما الست قالت لي ب10، رحت قلت اشوف طيب كده. قلت لها حلو ولا ايه؟ قالت لي والله خديه على ضمانتي، لو طلع مش حلو هاتها لي. قلت لها ماشي. المهم خدتهم وطلعوا زي العسل، ربنا يبارك لها ويديها الصحة يا رب، ويبارك لها في رزقها ان شاء الله. هنا بقى كنت عايزة اوريكم، كان سخن ومولع، ما كنتش قادرة امسكه. كنت عايزة اوريكم من جوه قد ايه ما شاء الله. الرز مش معجن ومفلفل جدا، بصوا ما كنتش قادره امسكها، فقلت بدل ما اقطعها بايديا هاكلها في بقي وبعدين اوريها لكم. الصراحه كان ريحته رهيبه، ما كنتش قادره استنى. والولاد رايحين جايين، الريحه يا ماما مش يعني مش عارفين نقعد، عايزين كلنا ناكل. ريحه الاكل بتبقى، ريحه المحشي بتبقى قلب البيت الصراحه. شفت الرز مفلفل ازاي ما شاء الله، كان طعمه زي السكر، اكني في عز الشتاء والله. ده انا قلت هيطلع طحين. في كرومب كده بيقولوا عليه كرنب بط او كرنب تخين. بيبقى القشرة بتاعته او الكرنب نفسه يعني الورقة بتبقى تخينة كده سميكة، وما بتستويش بسهولة، مهما تسوي فيه ما بيستويش خالص. ده كان زي السكر والله، كان حلو جدا. فالصراحة ما ندمتش ان انا جبته الحمد لله. وعايزه اقول لكم انه كفانا يومين اتنين، بس طبعا الفراخ خلصت والحاجات كلها خلصت ما عدا بس المحشي. فانا قلت بقى ان شاء الله المحشي ده يعني لتاني يوم اللي اتبقى يعني، هعمله بقى لتاني يوم. هخليه لتاني يوم يعني نتغدى بيه. مع مثلا شوية شوربة. ممكن اطلع بقى كيس من اللحمة اللي احنا كنا شايلينها مع بعض، اللحمة المفروم. اعمله مثلا كفتة، ممكن ناكله كده عادي مفيش مشكلة خالص.
بيبقى طعمه في منتهى الجمال، يتسخن ويبقى زي الفل. دي كده كانت أكلة من ضمن الأكلات الموفرة جدا، والله حلوة قوي قوي الصراحة. كنا وشبعنا. عايزة اقول لكم الأكلة تكفي من 4 ل5 أفراد يومين، مش يوم واحد. المحشي يعني تمام. في ناس ممكن نعمله سادة خالص من غير أي لحوم ولا فراخ ولا حاجة من الحاجات دي، فبيبقى حلو جدا الصراحة. فان شاء الله لو لقيتوه رخيص عندكم هاتوه واعملوه، مش هياخد منكم اي حاجه، والله بيبقى طعمه حلو واكل حلو، والبيت كله اكيد بيحب المحشي يعني، مفيش حد بيحبش المحشي. البتنجان والفلفل والكوسه يعني هما اغلى طبعا من الكرنب دلوقتي. انا كنت جايبه كوسه في فيديو المشتريات لو انتوا فاكرين، بس ما عملتهاش، لقيت ما شاء الله الكرنب كتير، فقلت اخليها بقى في يوم يكون ايه لوحدها. هنا بقى بعد ما كان عندي مانجا، فقلت بقى اقطعها كده وناكلها يعني. طبعا ما بحبش اعملها عصير، بقطعها وبحط لهم هما ايه بياكلوها، بتبقى طعمها حلوة جدا. النوع ده انا مش عارفة هو نوعه ايه الصراحة اسمه يعني، بس نوع كان في منتهى الجمال ومستوية وزي السكر، كانت حلوة جدا. ريحتها اصلا كنت حطاها اصلا في التلاجة قبلها، اول ما بفتح التلاجة تحسي ان انت حاطة ريحة مانجا كده، بتبقى ريحة المطبخ كلها مانجا. كانت حلوة جدا جدا ما شاء الله. بصوا كانت طرية زي الزبدة وطعمها في منتهى الجمال. انا معرفش نوعها الصراحة، تقريبا نعومي تقريبا كده يعني، مش متأكدة، بس تقريبا نعومي لان هي اللي بتبقى قشرتها حمرا كده، بس طعمها كان حلو قوي. قطعتها كده بقى وقلت كان بقى وايه، نحلي ونقضي اليوم وكده 10 على 10، مش ناقصنا اي حاجة، والدايت باظ وكل حاجة. الدايت اليوم ده كان في حتة خامسة خالص. المانجا ريحتها الصراحة أغرتني يعني، والله ما كنتش هاكل مانجا يعني، أنا مش من محبين المانجا قوي، بس ريحتها كانت فظيعة، كانت قلبة الدنيا. هنا بعد ما قطعتها بقى قلت اقطعها كده معاكم، اللي هي بتبقى قطعة كده صغيرة. انا هنا كنت بوريكم اللي هي لونها احمر دي، هي تقريبا نوعها نعومي، اللي يعرف نوعها ايه يقول لي، لان انا الصراحة ما بعرفش في انواع المانجا قوي، غير قليلة جدا بقى. طبعا هي كانت مستوية شوية، فعلى قد ما اقدر ايه كنت بحاول اقطعها مكعبات كده، على اساس ايه انا بوريكم يعني التقطيع اللي انا بقطعها للولاد، على اساس ياخدوا بالشوكة كده وياكلوا على طول. بص القشرة دي بقول لكم مش بتترميش يعني، ما شاء الله فيها لسه فيها مانجا، فبخليها برضو. اللي بيحب بقى، اللي عنده مزاج كده وبيحب يمصمص الحاجات دي القشرة دي ليه. هنا بقى كنت بحاول اخدها بالشوكة زي ما قلت لكم ان هي ما شاء الله مستوية، ما كانتش بتيجي في الشوكة بسهولة، بس طعمها كان روعة، طعمها كان حلو جدا وريحتها فظيعة الصراحة. وكان وشبعنا وحلينا والحمد لله رب العالمين. اليوم ده كان يوم عالمي بقى، مفيش فيه دايت خالص من اوله لاخره الصراحة. الصبح كنت كلت بسكوت بسكوت وحاجة سخنة معاه، طبعا ما كانش دايت خالص. وبعد كده اكلت محشي ومانجا. اليوم كله كان بايظ اليوم ده، بس ما يجراش حاجة، يوم من نفسنا ما يجراش حاجة يعني. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم ويكون عجبكم، آه واكون قدرت اوصل لكم او اصور معاكم اليوم بتاعي. يا رب يكون عجبكم حبايب قلبي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. توحشوني من هنا الفيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.